السلام عليكم متتبعي قناة حلويات أسماء المراكشية. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى ألف خير وفي تمام الصحة والعافية. اليوم جيتكم فيديو جديد، غادي نقدم لكم كعب غزال بالألوان. جا فريمون زوين، والناس اللي خدمت لهم عجبهم وفرحوا به بزاف. كيف تتشوفوا كل لون إن شاء الله غادي يكون العقدة من سما بالنسمة اللي غادي تواتيه، وهادشي غادي تكتشفوه في الفيديو إلا تفرجتوا فيه إلى الآخر. نتمنى أنكم تفرجوا في الفيديو، دعموا القناه. الناس اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي كنتمنى انكم تشتركوا الى عجبكم المحتوى، وتفعلوا الجرس يوصلكم ديما الجديد ديالي. ومتتبعيا الاوفياء كنتمنى انكم تعودوا تفيريفيو الجرس واش مفعل. دابا نخليكم مع المقادير والطريقه وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج نص كيلو ديال الدقيق الخاص بالحلويات، جوج معالق كبار سكر كلاصي، و125 غرام ديال الزبده حيوانيه وبيضه وقبصه ملح. ان شاء الله غادي نبدا بالملح هو الاول. غنتبعوا جوج معالق كبار، قلت لكم كبار، ديال سكر كلاصي، ونتبعوهم الزبده 125 غرام. الزبده خاصها تكون حيوانيه الاصل، يعني زبده ديال العبار كيف تنقولوا حنايا. ما تستعملوش الزبده النباتيه اي مارغرين، حاولوا تستعملوا زبده تكون جوده عاليه، يعني زبده حيوانيه. هنا انا استعملت لا مارك ديال عاليه. غادي نخدموا الزبده والدقيق والسكر كلاصي كيف تنقولوا نبسبسوهم، يعني نخدموهم بحال كسكسو. حنا بغينا ان الزبده تلبس بالخليط كامل. هنا غادي نزيد البيضه ما غتعجن لياش الخليط، ولكن حتى هي غادي نخدمها بنفس الطريقه، يعني غادي ندخلها في الخليط كامله. يعني الخليط كامل يولي عنده قوام واحد، ويولي الشكل ديالو بحال شكل بحال شكل كيف تنقولوا بركوكش، شي حاجه بحال هكا. غادي تشوفوا بحال هكا غاس القوام يكون. غادي نشد هذا الخليط هذا، غادي نقسموه على 3، يعني نقسمو يكون حصص متساويه. هنا قسمته كل زلافه غادي تشوفوا فيها 250 غرام ديال الخليط، وكل زلافه غادي تلون بلون. هنا غنحتاج المزهر، وغادي نحتاج هنايا هنا عندي كل لون ديال الكعبه غادي يتلون بلون. هنا غادي نستعمل النكهه ديال الشوينغوم مع ملون الخاص بالعجين، العجين ديال الدقيق ملون ازرق. هنا عندي النسمه ديال الحامض والنسمه والملون اصفر. هنا النسمه ديال الفرامبواز والملون احمر. غادي نبدا هنا غادي نشد في الكاس، ندير واحد شويه ديال المزهر، وغادي نزيد ليه هذا الملون الخاص بالعجين، يعني ملون ازرق. هذا راه غالي، انا خديت معلقه صغيره عبرها ليا ب5 دراهم. غادي ندير هي شويه. كيف تنقول لكم ديما هادشي كله راه كيتباع عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. الناس اللي في مراكش سيرو عند عبد الرحيم اللي كاين في رياض الزيتون راه عنده كلشي. غادي نجمع النكهات باش غنكه العقده ونخليها جانبا، وغنبدا في التلوين ديال الدقيق، يعني لاباط. كيف تشوفوا هنا غادي نجيب نفس البول فاش عجنت الخليط في الاول. غادي ندير 250 غرام الاولى. انا عبرتهم، انا قسمتهم بالميزان. نتوما ديروا شي حاجه هكا بحال الزلافه وقسموا بها. اللي ما عندوش الميزان يقدر يقسم عينو ميزانو. كيف تشوفوا غادي نحرك هذاك المزهر، نحرك مزيان. وغادي نبدا ندير هي شويه، ما تخلطوش وتزعموا وديروا تكبوا كلشي في خطره واحده. حتى انا بغيت اللون يكون يجيني زوين، ما يكونش مغلوق، ما يكونش عاوتاني مفتوح بارد. بغيتو يجي في القياس، يعني بين وبين. ما عرفتش هذا اللون تيقولوا لي يمكن بلوكانا اللي غادي يخرج ليا. المهم هانتوما تتشوفوا غادي نبدا كنعجن، وغادي نزيد غير رشيشات ديال المزهر، يعني ماشي مزهر غادي غنكب مزهر باش دغيا نجمعها، لا، رشيشات. وندلك العجينه تتكون شويه قاصحه، ونبدا كندلك ما حدني انا كندلك فيها وهي كتسخن. هنا حيد ديك البول باش نتحكم انني ندلك. نتوما كتدلكوا منها العجينه كتخدم، منها اللون كيطلع. داكشي علاش قلت لكم ما تزعموش ديروا اللون تقويو من دقه والحين. هانتوما كيف تتشوفوا هاد العجينه مورا انها نلون العجين كامله غادي نشدها ونخليها تسرح في الثلاجه تقريبا شي ساعتين ولا 3 سوايع. انا تقريبا خليتها شي 3 سوايع عاد بديت خدمت بها.
هذا الفيديو هذا انا هذا الشكل قديته هنا كيف تشوفوا، راه غادي ندير اللون الاصفر، اللون الاحمر عفوا، اللون به، وانتم تتشوفوا راه نفس الطريقه اللي درت. قلت لكم هاد الفيديو هاد العجينه عجنتها هي الاولى، عاد مشيت قديت الشكل ديال الحلوه اللي حطيت لكم في الفيديو السابق. يعني هي باش خليت العقده ديال اللوز وخليت لاباط يتسرحوا في الثلاجه مزيان حتى كملت داك الشكل، وبديت نقاد في الكعيبات ديالي. بالمناسبه انا هاد الكعب هذا ماشي الناس اللي خدمت لهم الكوموند هما اللي دومونداو ليا، هما داروا فيا الثقه. قلت لهم انا غندير لكم حاجه زوينه، حاجه اللي زعما كما تنقولوا كتحمر الوجه، حاجه هماويه وزوينه. فهما داروا فيا الثقه وخلاو ليا لو شوا. يعني تقريبا انا قديت لهم تقريبا 11 شكل ديال الحلوه حتى شكل ما فرضوا عليا. آه، صافي خديت البيرميسيون ديالهم ودرت ما بغيت، فهمتوا. والحمد لله ما حشمنيش الله معاهم، وداك الشيء كان زوين وفي المستوى، وكانوا راضيين وفرحانين بهاد لا كوموند. هنا غناخذ العقده من بعد ما لونت لاباط. العقده عندي هنا 700 غرام ديال العقده ديال اللوز، غنقسمها بالتساوي على 3. غادي نقول لكم مقادير ديال العقده ديال اللوز، كيلو ديال عقده اللوز من بعد غنقولها لكم غير هكا شفويا، حيت كيف تعرفوا انا راه قلت لكم في الفيديو اللي قبل قلت لكم راني غير طحنتها في الزقه. هنا غادي ناخذ النكهه ديال الشوينغوم زرقاء. كيف تتشوفوا راه كل لون ديال العجينه حطيت قدامه النكهه الخاصه به. هاد لاباط اللي زرقاء راه غادي نكهها بالنكهه الزرقاء، المذاق ديالها هو شوينغوم، يعني كتجي رائعه يا البنات، جربوها كتجي غزاله غزاله غزاله. يعني الناس ما تيتصدموا ملي تياكلوا كعب غزال فيه مذاق ديال شوينغوم. ولاباط الحمراء نسمتها بالعقده ديالها غادي نسمها بالفرامبواز. والعقده لاباط اللي هي صفراء غادي نسم العقده ديالها بالنكهه ديال الحامض. نتوما عندكم لو شوا. كيف تتشوفوا نكهت العقده ونتبع هكا ونخليها تسرح. نفس الشيء غادي ندير مع الالوان الاخرين، مع العقدات الاخرين. كيف قلت لكم نتوما عندكم لو شوا، ديروا النسمه اللي بغيتو، غير هو حاجه بالعقل. كيف تنقولوا، كيف تيقولوا الاخوان ديالنا في الجزائريين، نسمو نكهو بالعقل. كيفاش؟ ما يمكنش ندير انا اللون لاباط زرق وندير النسمه لداخل تكون بيستاش ولا شي حاجه اللي لا علاقه. يعني ملي تجي تعض الكعبه تلقاها زرقاء، تعض لداخل تلقاها خضر. لا، هنا غادي يجي اللون ديال العقده لداخل زرق مواتي مع اللون ديال لاباط، والحمراء حتى هي اللون كي تشوفوا فرامبواز تيكون مواتي. الحامض اللون العقده لداخل غيكون صفر مواتي. يعني داكشي غادي بالتاويل كيف تنقولوا بالنظام. نتوما ديروا اي حاجه، درتوا العقده لونها خضر فيغ ديروا البيستاش لداخل، درتوا العقده لونها غوز بارد ديروا النسمه ديال العقده تكون فيها النسمه ديال الورد، وانتم غاديين. وراه هادشي كلشي كيتباو، هادو الوان بروفيسيونيل ما عندكمناش تخافوا منها. هنا من بعد انا شديت العقده وكورتها. كل كره عندي فيها 11 غرام ديال، وزنتها فيها 11 غرام، ودرتها على شكل حرابل صغيورين. هنا انا ديجا بديت خدمت كعيبات صفرين وحمرين. هانتوما كيف تتشوفوا انا ديجا راه بديت خدمت شويه. غادي نجيب لاباط وغادي ندهن شويه بالزيت. شوفوا نقول لكم ثاني ما تردوش البال لكم راه في شي رشيشات ديال الدقيق، ما تردوش البال. غادي نشد لاباط ونحاول نسرحها. هانتوما انا راه شويه عذبني المدلك، لحقيتاش تيزلق ليا مع الليقات ومع الزيت. الليقات درت فيهم الزيت وكيزلق. المهم نتوما راه الفكره واصلاكم. غادي نسرحوا لاباط مزيان حتى تولي الرخامه تتبان. انتما كيف تتشوفوا راه الرخامه كتولي كتبان من سميتو. الرخامه تتولي كتبان من العجينه.
ما تغلضوش العجينه. نتوما كي تشوفوا الرخامه كتبان. غادي نشد هذوك الحريبلات الاصابع ديال العقده. هنا نقطع العجين على نص باش نتحكم. غادي نحطهم وندير بحساب الحجم ديال كل وحده. هنا الا لاحظتوا الناس اللي تيقادو كعب الغزال غادي يقولوا هاد السيده كتخدم عسريه ولا شي حاجه بحال هكاك. انا ما كنخدمش الكعب هكا. البوزيسيونمون اللي دايره انا ما كنديروش هكا، في الحقيقه ما كنديروش هكا. انا شويه كنخدم عسريه هكا، درتو باش نبان زعما راه طبيعي. كان فهمتوا؟ باش تبان راه هكا اللي اي واحد ماشي عسري غادي يخدم بهذه الطريقه. انا لا في الطبيعه كنكون عاكسه العجينه عندي. ايوا ما شاء الله حاولت انني باش ما نضركمش معايا، حاولت انني نمشي مع الاغلبيه وانها هكا. لكن انا في الحقيقه تنقلب على كل شيء عندي. ولا رديتوا البال في الفيديو ديال العقده ديال البريوات، راه انا كندير البريوه بشكل عكسي. داك الشيء اللي عطاني الله في يديا. المهم داك الشيء اللي عطا الله. يعني كنحاول الا كنت نخدم مع شي حد كيعاوني ولا انا كنعاون شي حد، يعني تيكون هو كيدير بطريقه وانا بطريقه، ولكن النتيجه هي اللي مهمه. هادشي اللي عطاني الله. انا كان شويه كنتحكم بيدي اليسريه اكثر. المهم كيف شفتوا كنغطي العجينه، تنغطي العقده بالعجين، وكنبقى نقاد في الكعيبات ديالي. كيف تشوفوا ما ترققوهمش بحال دابا من الفوق هكا. ديك الذره الفوقانيه ما تكونش رقيقه. يعني انا دايره فيهم العقده دايره فيها 11 غرام، ورا الحجم العادي ديال الكعبه تيكون 18 غرام حتى ل 20 غرام كاع. يعني ما كاينش شي فرق كبير. هنا كنشد واحد عود الاسنان، وكنبدا كندير تقيبات في الدوره باش نخرج الهواء من الجنب، ونعاود بصبعي هكا كيف تتشوفوا هكا. كيعاوني هذاك الكوردون باش نحيد الهواء من الكعبه. وتنقطع بالجراره، ضروري الجراره. وهالكعبه ديالي واجده. هنا شويه راه لصقات ليا لاباط في الرخامه، لحقيتهاش فاش يلاه بديت. فاش سرحت العجينه وبديت ندير في الكعيبات، ويعمل ليا البورطابل سكيفي. جلست حتى خويت ومسحت شي عيبات، عاد رجعت فكانت شويه لصقات ليا لاباط مع الرخامه. هانتوما كيف تشوفوا الشكل راه كيجيو زويونين وكيعطيو منظر زوين في البلاطو ديال الحلوه. واهم حاجه كيف تنقول لكم ان المذاق والبنه حاضره بامتياز. هانتوما كيف تشوفوا الكعبه راه كتجي من التحت مزيان، ما راه وزنه. ما تحقروش انها تقولوا راه صغيور. راه ما بين 11 غرام و 18 غرام، راه ماشي شي حاجه. وانا دايره صغير ولكن راه هاز. هانتوما غادي نعاود هنا غادي نزرب شويه وغادي تشوفوا. كنحط العقده هكا مستطيله، تحريبلات ديال العقده، ونغطيها بلاباط، ونشكل الكعيبات ديالي كيف تتشوفوا. ان شاء الله شي مره غندير لكم الكعب الكلاسيكي العادي. ان شاء الله ان شاء الله غندير لكم، وغادي يكون التصوير احسن بكثير. يعني نتوما شفتوا كوردون في تنهزو كنديرو. يعني عود الاسنان كنديرو في الجنب، ونعاود بصبعي باش نخرج الهواء من الكعبه وصافي. وكندوز الجراره. هما الكعيبات واجدين، يعني سهل من هكا راه ما كاينش. ساهل ما يخلعكم لا كعب لا والو، كلشي ساهل. وصافي هنايا انا الكعب خليته تقريبا 3 ايام وهو كينشف. خليته 3 ايام. هنا كيف تشوفوا راه ناشف. وغادي نشدو، وغادي نشد نفيته تكون اصلا حرقها، يعني معقماها في العافيه. راكم عرفتوا كيفاش كنديروا. وندير 3 تقيبات، ندخل النفيته مزيان حتى تدخل كاملها. شدوا نفيته وديروها، ديروا شعلوا العافيه وديروها ديروها لها في الراس هكا حتى تسخن مزيان وصافي وهي واجده.
صافي. وكيف تتشوفوا راه ساهل ساهل، وهنايا الكعب راه شاد في راسو مزيان، يعني راه 3 ايام وهو هو تينشف. بديت به هو الاول في الكوموند وخليته كينشف مزيان. وغادي ندهنو بالزيت نباتيه، غندهنو كامل هكا بزيت نباتيه وندخلو يطيب في الفران على عافيه تكون مهيله. يعني ما بغيتوش انا يتحمر لا، خاصو يبقى في لون ومحافظ على اللون ديالو، ويدخل يطيب على عافيه مهيله. من بعد يطيب غادي نجبدو وغادي ندهنو بالناباج. سمحوا لي هاد اللقطه هادي الناباج انا ما صورتهاش لكم حيت كنت تنزرب بزاف. غادي منين يدخل الفران ويطيب غادي ندهنو بالناباج وندخلو واحد 5 دقائق يتشمع، والفران يكون طافي ديك الساعه. الفران طفيتو يعني نخرجو ندهنو بالناباج، نطفي الفران ونرجعو واحد 5 دقائق في الفران. بالنسبه للناباج هذاك الشيء اختياري انا اللي درتو، زعما زدتو. تقدروا تستغنوا عليه هنا من بعد ما خرجتو من الفران ودهنتو بالناباج. انا هي صورت ما حيت كنت نزرب بزاف. وصافي الفيديو ديالي وصل للنهايه ديالو. هذا هو الشكل النهائي. نتمنى انكم تكونوا راضيين على الوصفه وتعجبكم وتجربوها بطبيعه الحال وتنال الاعجاب ديالكم. ونتمنى كيف العاده انكم تدعموا القناه بالاشتراك وبطبيعه الحال بلي جيم، باش هذيك جيم كتعاون ان الفيديو يشوفوه ناس اخرين. نتمنى انكم ما تبخلوش عليا بالدعم ديالكم وتبقاو دائما اوفياء للقناه ديالي وديالكم. خليت لكم الراحه ومع الف سلامه.